السلام عليكم، مرحبا بكم في الموضوع ديال اليوم. ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم واحد 4 السيارات اللي الثمن ديالهم 4 السيارات جداد كتخرجوا من دبليو، اللي الثمن ديالهم ما بين 10 حتى 12 مليون. الناس هادو بالنسبه للطوموبيلات، الناس اللي ما باغينش يصدعوا راسهم مع الميكانيك، ما باغينش يصدعوا راسهم مع البيع والشراء يقلبوهم ولا شي حاجه. كتمشي كتاخذ الطوموبيل ديالك من لا ميزون، الثمن ديالها ما بين، انا نعطيكم هاد الطوموبيلات اللي يكون الثمن ديالهم ان شاء الله ما بين 10 12 مليون. وقبل ما نبداو ان شاء الله لا فيديو ديالنا، ما تنساوش تابوناو في لاشين، وواحد لايك اللي عجبتكم لا فيديو، وبارطاجيو هاد لا فيديو مع الناس اللي كتباغي اللي كتعرفوهم يقلبوا على شي طوموبيل في هاد الثمن هذا. واذا كنتو باغيين نقلب لكم على شي طوموبيلات اخرين في هاد الثمن هذا يكونوا جداد، ما عليكم غير تخليو لي في الكومونتير، تكتبوا لي انكم باغيين فيديوهات اخرين فيهم طوموبيلات طوموبيلات جداد اللي الثمن ديالهم ما بين 10 12. السيارة اللي نبداو بها هي داسيا لوغان 2024، داسيا اسونس. فهي اقتصادية وسيارة عائلية وفيها اتساع وعملية وصحيحة. المغاربة كاملين كتعجبهم داسيا لوغان، وانا راه ديجا هدرت عليها في واحد لا فيديو اللي قبل هذه، هدرت عليها بالتفصيل. الثمن ديالها هو 12 مليون. بالنسبة للسيارة الثانية اللي غادي نعطيكم هي سيارة تويوتا ايغو. هي سيارة صغيرة كتهز 5 د البلايص بالشوفور. راكم عارفين تويوتا معروفة بالصح والعمل. تويوتا ايغو فهي سيارة جد اقتصادية، ايسونس. واخا تسمعوا ايسونس راه الكونسوماسيون ديالها راه قليلة بزاف، ما تخلعكمش. واللي الثمن ديالها هو 11 مليون. السيارة الثالثة هي سيارة فيات باندا 2024. فهي سيارة عملية هي، وسيارة معروفة صحيحة، وكتهز حتى هي 5 د البلايص وجد اقتصادية. واللي الثمن ديالها كيبدا من 10 ونص. السيارة الرابعة هي سيارة اوبيل ايروكس. هي سيارة الكتريك ديال جوج ديال الناس، صغيرة بزاف هذه ديال المدينة. بالثمن ديال 10 د المليون باش تلقى سيارة جديدة في المغرب فهي حاجة صعيبة بزاف. وإنما هذه 10 د المليون، وإنما طوموبيل ديال المدينة بالنسبة للناس اللي كيديبلاصاو غير في المدينة وباغيين سيارة جديدة، هذه صالحة للمدينة 100%. وهاد السيارات كامل اللي قلت لكم فهما معروفين في المغرب بالصح والاقتصاد، لا من ناحية الكونسوماسيون ولا حتى من ناحية المصاريف ديالهم. فبالنسبة للاسيرونس راه كتلقى لاسيرونس ديالها 50,000 ريال، والضريبة ديالها 350 درهم. وهاد السيارات راه ما كيطيحوش في الثمن. في حالة دوزتي بهم واحد الوقيته وبغيتي تبيع، راه ما كتلقاش الثمن طاح بزاف، ومطلوبين في السوق. فاش تبغي تبيعهم راه تبيعهم بالزربه. وبالنسبه للاخوان الاثمنه اللي قلت لكم دابا، راه ممكن تلقاو واحد الفرق ديال 2000 درهم 3000 درهم بحال هكا. وإلا بغيتو نزيد ندير لكم دي فيديو اخرين على سيارات اخرين بهاد الاثمنه هادو ما بين 10 12، اثمنه رخاص وطوموبيلات جداد، ما عليكم الا تكتبوها في كومونتير. ما تنساوش الاخوان تابوناو في لاشين، وديروا واحد لايك الا عجبتكم لا فيديو، وبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا اللي كيقلبوا على شي طوموبيل ولا مهتمين بالمجال ديال السيارات. وتبارك الله عليكم.